جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أن تمت مدتك وأوحيت إلى الملك بالأرحام أن يخرجك فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش، قدم تسعى، فانبعث لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا، حار في الشتاء بارد في الصيف، وألقيت محبتك في قلب أبويك فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد، فلما قوي ظهرك واشتد أزرك، فلما قوي ظهرك واشتد أزرك بارزتني بالمعاصي في خلواته. بارزتني بالمعاصي في خلواتك ولم تستحي مني، ومع هذا إن دعوتني أجبتك، وإن سألتني أعطيتك، وإن تبت إلي قبلتك،